السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المحبون لقناة صقر الدكالة، أهلا وسهلا بكم من جديد، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وبألف سلامة دائما إن شاء الله. فنحن قبل أن نتحدث ونتناقش معكم فيجب أن نطمئن عليكم أيها المتابعون الرائعون، لأن المحبة بالتواصل والمحبة بالسؤال عن بعضنا البعض. فشكرا اللي كيسول فينا، وشكرا اللي كيعلق معنا في التعليقات الجيدة، وشكرا اللي هو داخل معنا جديد وكيشترك معنا في هذه القناة. انا اللي غيدخل لهذه القناة الا واللي هو قلبه سليم، اللي هو باغي الاصلاح للبلاد ديالنا، واللي هو باغي الخير لبلادنا وخير لوليداتنا والخير للمقربين. اللي ما عندوش وليدات عنده اهل وعنده احباب، ونحن احباب في هذه القناة اخواني المتابعين. انا راه كنهضر معكم بواحد المحبة كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، والله اللي غيخلص كل واحد. فشكرا لكم. فاليوم اخواني المتابعين راكم شفتوا دابا كانوا بعض الاخوان وبعض الاخوات تيعلقوا لي بعض التعليقات وقهرتونا بان هذا حمقى ستار ديما كتقولوا راه غتشد، وديما راه ما غاداش باقي راه كدور، وما اليد مشلوله ديال السلطات، وما الهادي وما الهادي. راه كنت كنقول لكم يا اخواني المتابعين، راه كل قضيه يعني كيفما كانت يعني معروضه على القضاء، ولا معروضه على المؤسسات، ولا معروضه على رجال الامن، ولا على رجال الدرك، او لا على اي مؤسسه كيفما كانت، فهي كتكلاسا كتحط باش كتشد النوبه ديالها، لان كاين قضايا كتكون كبر منها، ولا كيكونوا بعض المسائل اللي هي مهمه خاصها تقوم بها السلطه التنفيذيه اللي تآمرها السلطة التشريعية بذلك. فالسلطة التشريعية منها يعني رجال مثلا الوكلاء الملك وما شابه ذلك، كيكون عندهم واحد الأوامر اللي كيعطيوها السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية منها الدرك الملكي، منها رجال الأمن، منها الشرطة الإلكترونية ولا الشرطة العلمية. هي كدير غير الأوامر، كتجيب قالوا لها جيبي هذيك السيده ولا جيب داك السيد، كيجيبوه. خلي هذاك السيد من بعد وجيبي لي هذا وجيبي لي هذا. يعني الامور مساله وقت يا اخواني المتابعين. فهي دابا هذا الحمقى سطار جات الاستدعاء، جاها الاستدعاء اللي كنا كنقول لكم راه غير مساله وقت، راه غادا توصل، وما كنتش باغي نسبق عن الاحداث. هادشي كنا عارفينه حنا اخواني المتابعين، لان عندنا تواصل مع الناس اللي هما مهمين وملمين بهاد الناس اللي كيقوموا. تحياتي لهم من هذا المنبر، اللي كيقوموا بالخدمه ديالهم على احسن ما يرام، ويجاهدون يعني في التكوين ديال الامن ديالنا بواحد الطريقه يعني جيده جدا. فماشي كل شيء كيتقاد في خطره، ولكن كيتقاد بشويه بشويه. فملي جات الاستدعاء بدات غاده راكبه فوق موطور وكتهيت، هي والراجل ديالها داك الرويجل ديالها، وغادا وكتهيت شوفوا شوفوا هاد القضيه بعد هادي بعد ضهشراتني فيها زعما الصراحه. راكبه فوق الموطور، جالسه اللور، راجلها سايق، شاده البورطابل، دايره اللايف، شاده ساندويتش كتاكل، حامله، كتهضر مع المتابعين، كتهضر مع الراجل، في موطور، ما هي طوموبيل ما هي حاجه. هادي غير موطور. شوفي اش داير هادي، لا كانت في الطياره اش غدير هادي بدا تشطح فوق الطياره وبدا تبول علينا حاشاكم وقيله، وحاشا ولي يتمثل. جات الاستدعاء ولات كتفرفر بحال الدجاجه، فد 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 كتقاقي بحال ديك الدجاجه اللي غتبيض. والسيده ما مبيناش، وخاصها تهضر مع المتابعين تبين لهم زعما راه جات الاستدعاء لان خايفه تشوه، لان خاصها تمشي للدار البيضاء، لان هناك حمله تطهيريه اخواني المتابعين، لان خاصها تكون، لان راس العام دابا هذا. فدائما رجال الامن خاصهم يحيدوا الملفات اللي هما تيكونوا في السنه الماضيه او في السنه اللي هما فيها، اللي هما يعني اي ملف خاصو يتعالج دغيا قبل ما تدخل السنه الجديده ديال 2025 اللي كنتمنى تدخل عليكم بالصحه والسلامه اخواني المتابعين. وهادشي راه كاين بزاف، كاع اللي كيدير شي تشهير ولا شي حاجه راه غادي تشد. يعني اي واحد قبل هاد سنه 2025 او بدايه السنه ديال 2025 كاين هناك تنسيق مع الديستي، يعني كل شيء غادي يتشد. يعني كامل اللي كيدير شي حاجه ولا اللي كيدير كيعير ولا كيسب ولا، راكم شفتوا بتنسيق مع الديستي صاحب صفحه الفرشه راه في قبضه امن فاس حتى هو، يلا تشد. مؤخرا تمكنت المصالح الامنيه بمدينه فاس من تفكيك خيوط قضيه ديال التشهير الالكتروني استهدفت شخصيات بارزه ومستثمرين في المدينه،
وقد أسفرت التحريات التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بالتنسيق مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن فاس وتدست كذلك عن توقيف هذا المشتبه به الرئيسي اللي هو صاحب صفحة الفرشة، وهو كان عامل في مجال الصباغة، هو كان صباغ يقطن بمنطقة زواغة نواحي مدينة فاس. وكشفت المصادر مطلعة يعني أن هذا المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، يعني لا في الفيسبوك لا في اليوتيوب، تحت مسمى الفرشة، استخدمها كمنصة لنشر محتوى تشهيري يستهدف مسؤولين محليين ورجال أعمال. وجاءت عملية الإيقاف استجابة لعدد من الشكاوي، إن الناس كيشكيو والناس كيعلقوا التعليقات كيستنكروا هذا الشيء، فالتعليقات ديالكم مهمة إخواني المتابعين. وتقدم بها متضررون من حملة التشهير المنظمة اللي دار هذا السيد هذا، ويجري حاليا التحقيق معه إخواني المتابعين معه للكشف عن ملابسات القضية وتحديد يعني الدوافع وراء استهداف هذه الشخصيات، وفيما تتواصل التحريات للتأكد من عدم وجود متورطين آخرين في القضية اللي هم ربما كيكون مع شي حاد، ربما مع شي واحد، ربما يعني كاين هناك بحث معمق. فهاد السيده هذه اللي جالسه كتسب فينا وكتسب في ملكنا وكتسب في الشعب ديالنا وكتسب في العيالات وتسب في النساء الحرات وتسب في الجاليه المغربيه وتسب في هاد الناس، غادي تدوز لها داك الشيء هكاك، غيدوز لها غير هكذاك، بغيت فمها مترع، بغات هي تدوز لها مرور كرام هكاك، زعما عايرينا حنا المغاربه ساهلين ليك حنايا صافي، اجي وقول، اجي يا فم وقول، ودرتي علينا محتوى كتدخلي على ظهرنا الفلوس حنا لا على المغاربه لا على مالكنا على شي حاجه، كتعرقيها وتاكلي شاده ساندويتش هكا وكتنضى فمها مترع وكتعكر كتاكل الساندويتش تدير المكياج كلشي تيفوق موطور، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جلسي بعدا وكولي وعرفي ديك الضغبه فين غادا، راكي حامله زعما ما تا خويا البشر كي داير فيها 7 ارواح سبحان الله العظيم وما عندها نفس. المشكل دابا اللي كيعيرها كترد عليه، سير يا ولد هادي، سير يا بنت هادي، سير واللي كيشكرها، وهذا ما كدير براسها ما كتقرا وكدير براسها ما قراتش، يعني الكلام طيب ما عندهاش معاه بتاتا، ما عندهاش مع الكلمه الطيبه كاع، كتعاير وكتسب وفمها متر، ما شاتش هذا شاتش هذا. يعني كاينين الناس اللي متفقين على هاد السيده باش انها تمشي تطبق، لان هي ما راضياش باش تطبق لان ما مربياش صراحه، وكاينين الناس اللي كيقولك علاش تشد هذا وعلاش تشد هذا، لا حقد بعض البعض على يعني حقد البعض على بعض المسؤولين اخواني المتابعين يجعلهم كيبان لهم الكل فاسد. دابا هاد الحمقى سطار كيبان لها البوليس فاسد، القضاة فاسدين، هذاك الفرشه اللي شدوه تيبانوا لي كاع كلشي فاسد كلشي، لا. وهذا ما جعل اصحاب هذه الصفحات يستغلون عاطفه البعض للركوب على ظهورهم بنشر ما يثلج صدورهم. نعم هناك فساد، نعم هناك فساد، ولكن اذا كان عندك دليل تقدم به الى الجهات المسؤوله، لا ان تقوم بالتشهير، لان ذلك جرم يعاقب عليه القانون امام رمي الناس هكذاك بالباطل فقط من أجل الكسب المادي. كيبقاو يجريو ويعيروا الناس ويعيروا المسؤولين ويعيروا المؤسسات، هذا يعني وهذا ما نجد، يعني أن أغلب التعليقات تحكم على صاحب الصفحة وتتهم أناس آخرين لا لشيء لأنهم حاقدين ويعطون أحكام مسبقة، وهذا حتى في الشرع راه حرام إخواني المتابعين. شحال من واحد تيقول لك واحد حمقى سطار وهذا الفرشه راه عندهم الحق وكذا، وانت علاش كتهضر هكا وهذا اسيدي، واش حنا غنجيو نبداو نعيروا الناس ونبداو نسبوا الناس ونشهروا الناس ونعيروا المغاربه ونقول الملك ما مزيانش، نقولوا المؤسسات ما مزياناش، نقول راه صعيب باش تشد دولة تنظمها، راه خصها نظام وهناك مؤسسات منظمه. اجي نعطيوك انت سيدي قاد لينا هاد البلاد هذا، شوف واش غتقاد، والله الا غتبقى تاكل وتشرب غير انت وتنسى اللي عليك ولا ماشي عليك. اما بلادنا الحمد لله بملكها، وهو رغم انه كنطلبوا له الشفاء، سيدنا حاسدين ودول كثيره، والعين راك تدخل الجمال الى القدر،
والله يشافيه سيدنا، طاح على كتفو يعني تهرس، والحمد لله دار واحد العمليه وكليلت بالنجاح الحمد لله، راه نجحت العمليه، وخصو يبقى واحد 40 يوم هو مرتاح، وعاد باش يمكن له يعمل الوظائف ديالو العاديه. وانتوما ما حيلتو يشد البلاد، ما حيلتو يعرف هذه. قلت لك علاش ما يعرفنيش انا هذا حمقى سطار، وتيبقى لك ها هو ملكنا، يبقى حاضيك غير انتيا، انت اللي عندنا انتيا، جالسه كتولدي لينا بحال سراق الزيت. شنو يبداو يتحمل هو المسؤوليه ديالك، والدوله تحمل المسؤوليه ديالك على الحماقه ديالك. ولكن هو الاستدعاء جا، احنا ماشي كنتشفاو فيك، وانما هاد الاستدعاء اللي جاك احنا غادي نعرفوا علاش. لان نهار الاربعاء، والمشكل عندها الاربعاء حتى الجلسه مع الزوج ديالها على الطليق ديالها، عندها جلسه في المحكمه، وجالسه هي وياه كدور هي وياه في الموطور وهذا، وكتنظ وكذا وهذا، وراه غيهرب وراه غيدير، وكتخشي ليه الهضره، كتبقى تحاب هي وياه قدام المتابعين قدام الناس. وهو تو اري انا نقول، زعما انا غندير لك خير، زعما ندير فيك خير، نهضر مزيان قدام المتابعين. وسيروا استروا راسكم، وسيروا هاد المنحطين فكريا، سيروا استروا راسكم. هاد اليوتيوب هذا راه وسختوه، راه لا كان الفساد ولا كتكون تهضروا على الشفاره ولا هذا، راه مساترين راسهم، راه مشافرين البلاد وساكتين. الا كانوا هاد الناس هادو ما عندنا عليهم لا دليل لا شي حاجه، كتبقاو تسبوا فيهم وتعايروا على الناس، تتعايروا المسؤولين وتعايروا المؤسسات، راهم مساترين راسهم. وانتم اللي مشوهين راسكم، غاديين فوق موطور مشوهين وكتهضروا وانا جاتني استدعاء. وراه الاستدعاء راه غتجيك، واش حنا كنلعبوا هنا ولا؟ راه الامن ما كيلعبش. راه قلتها شحال من فيديوهات اخواني المتابعين، كنت لكم هاد الهضره ديال قناه سقر دكواله غير خاويه. راه هضرت لكم على بزاف ديال المتابعين ديال، يعني هضرت مع المتابعين حقا على بزاف ديال القضايا، والناس راه مشات تربى، وكان كيقول ويلي هذا غداوي، وبركه من الكذوب في العناوين، وبركه من كذا. راه ملي تنعطي واحد العنوان، راه ماشي ضروري تنقول لك راه هو اللي واقع، لا، ملي تنعطيك عنوان تنبين لك ها الهضره ديالو اللي جايه لهذا العنوان، تنبين لك الهضره، تنعطيك راه زعما هاد الطريق. راه كاين جوج ديال الطرقان، كاين طريق ديال الخير وكاين طريق ديال الشر. ديال طريق الخير كدي الى الخير والى النتيجه كتكون حسنه ومرضيه، طريق ديال الشر دائما يؤدي الى الهاويه. فملي تنقول لك انا العنوان، تنقول لك هذا العنوان كيدي للهاويه ولا كيدي الى الخير. فملي كنبدا نشرح لك، كنشرح لك ملي كتصنت ليا في الفيديو، خاصك تكمل الهضره. ملي كتعرف هذا السيد راه ما غادي سوف يقع فيما لا يحمد عقباه. وكنا كنقولوها لبزاف ديال الناس اللي كثار من هذه اللي عندهم صفحات وعندهم قنوات مليونيه، وكنت كنقول لكم راه غيطيحوا فيما لا يحمد عقباه، وفعلا طاحوا فيما لا يحمد عقباه. راه كاين اللي في السجن، كاين اللي دخل حتى المغرب عاد تشد في الحبس، كاين اللي مشى للهرب للدول الاوروبيه راه هربان يدخل غيمشي للحبس، كاين اللي عليه مذكرات بحث، كاين اللي عليه يعني شكايات كثيره 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 كثيره. وها هو هذه النتيجه. فالنتيجه ديال هذا حمقى سطار كتدخل الفلوس باي طريقه بمحتوى على المغاربه، وكتقول لنا انتم قنوات مسترزقه. راه انت هي القناه المسترزقه اللي كتسترزقي على ظهر المغاربه، كتسبيهم وكتعايرهم، ومع ذلك كيسمحوا لك. راه ما داروش شي وقفه احتجاجيه على ودك، لانك ما يمكنش تستاهلي انت وقفه احتجاجيه، لان انت لست حق، انت غير واحد فيروس ولا واحد الميكروب تنحاربوه اللي غيتنقى وغيتغسل غير بالصابون. ماشي كلشي كيتحارب بادويه غاليه. حنا ما يمكنش نخسروا عليك مجهودات ديالنا كثيره، حنا كنحاربوك في المستوى ديالك، هو انك دايره انت قناه في اليوتيوب تتسبي المغاربه، تتسبي الملك ديالنا، كتسبي الشعب المغربي، كتسبي الجاليه المغربيه ديالنا. حنا نردوا عليك حنا غير في اليوتيوب، حنا ما غاديش نتقواو عليك. قالت لك المشكل اللي ما يقتل يقوي. اش من يقوي ولا يقتل ولا اش عندك انت بعدا باش تقتلي؟ ولا انت راه بحال شنيوله، اللي بغا يعفطوا لك راه يعفطوا لك. كتقول والله حقروني، والله تندير، وغادي نمشي للجزائر وندير. اذا انت كتنطقي كتفرشي في راسك. اذا انت معاك واحد المنظمه اللي هي ضد المغرب، اولا واحد الناس اللي هما حاقدين على البلاد ديالنا اللي كيمولوك. لان ملي كيشكرك شي واحد ما كتجاوبيهش، ملي كيشكرك شي واحد تيقول لك تبارك الله عليك هادي، وانا انا ديما متبعك، ما كتقولش لا شكرا اختي ولا بارك الله فيك، لا، بحال زعما ديك راه خدمتكم هذيك خصكم ديروها. يعني بحال انت مخدامه مع شي جهه ضد المغرب وحاقده على المغرب. ولكن الحمد لله عندنا رجال ديال الامن اللي كيقوموا بالادوار ديالهم، وغادي كنت كنقول لكم راه غير مساله وقت اخواني المتابعين. فهي نهار الاربعاء
من ان شاء الله في هذا الاسبوع غادا تمشي تحضر تمشي للفرقه الوطنيه من مدينه الدار البيضاء، لان مدينه الدار البيضاء فيها الفرقه الوطنيه اللي شاده المغرب كامل. يعني اي استدعاء، اي مدينه وقع فيها اي مشكل كيستدعيوه الفرقه الوطنيه اللي بمدينه الدار البيضاء. ولكن هذه الاستدعاء هذه راه ماشي ديال انها ديال المحكمه ولا ديال الجلسه، لا، هذه ديال المواجهه وديال الاستنطاق. يعني ديال اش هادشي اللي منسوب ليك، واش هادشي اللي كديري، واش هادشي اللي كيقولوا الناس في التعليقات، واش هادشي اللي درتي في اليوتيوب تتسبي المغاربه وتتسبي وكتسبي وكتسبي. يعني دائما كنقول لكم اخواني المتابعين، التعليقات ديالكم راه مهمه جدا، خصوصا الناس اللي واعيين واللي قارين واللي كيستنكروا اي حاجه كتضر في البلاد ديالنا، واللي هما ما عاجباهمش، اللي هما عندهم مستوى ثقافي راقي، عندهم رؤيه الى المستقبل لابنائنا ولولادنا والاجيال الصاعد باش يكون في احسن ما يرام، وباش نخليو مورانا واحد الارث للابناء ديالنا بان هناك كانوا عندهم اباء يعني متشبتين بتقاليدهم وباخلاقهم وبقيمهم وبحبهم لوطنهم. فنحن مغاربة مجندين وراء ملكنا وراء شعبنا، أننا نحب هذا البلد ونحب أن نراه فيما يرام، ولا للمحتوى الغير لائق داخل يوتيوب أو خارج يوتيوب أو في أي صفحة من الصفحات. فنحن نوجهها كمؤثرين أو كصحفيين أو كجنود مغاربة، سواء كنا مدنيين أو كنا عسكريين أو كنا أمنيين أو كنا بأي مؤسسة من كانت من المؤسسات. فنحن نهاجم هاد الناس اللي هما كيعيروا البلاد وكيبغي يبينوا للعالم بان المؤسسات ديالنا ضعيفه وان ما كتقومش بواجبات ديالها، وهذا الا حقد من عندهم او ضعف او قله تفكير او قله الفهم او قله الوعي من يعني بالاعمال ديال المؤسسات داخل الوطن ديالنا. فالحمد لله عندنا مؤسسات، احمد الله الانسان راه كياكل وكيشرب. شوفوا واش واقع في سوريا مؤخرا، ماذا وقع؟ عاد خرجوا الناس مساكن، عاد اللي كان في الحبس خرج في الحبس، دابا هما مسلمين ما لقاوش مع من ضاربوا مع بعضياتهم. يلا في البلاد داخل فيها المشاكل، وهناك حقودين داخل البلاد ما كرهوش كيفاش يدوزوا لنا. فالحمد لله عندنا مؤسسات وعندنا ملكنا اللي هو يعني قابض يعني الامن من اليد من حديد، كانه قابض على الجمر. لانه كون ما كانش المؤسسات ديالنا وكان ما كانش ملكنا كون راه شي كياكل في شي. فالحمد لله ملي كاين الامن. اتونسيون اخواني المتابعين، يمشي الانسان غلط وبدا يقول واه هاد حمقى ستار تقول الحق، راه كتقول التفاهه، هذيك راه قلت العصا، هذيك راه كون كانت شي حاجه عليها وهي دايره اخطاء كثيره وبغات الدوله تصلحهم ليها. ما يمكنش. انت شنو داير للبلاد ايها المواطن ولا ايتها المواطنه؟ شنو دايره انت؟ كتوكلي وليداتك، كتربيهم، واخا تكوني ما خدامه ما ردامه ما حتى حاجه، ولكن عندك دور ايجابي في الاسره. لان الاسره اخواني المتابعين مهاجمه من طرف الصهاينه ومن طرف اصحاب الالوان اللي كيبغيو يضروا البلاد، كيبغيو الولد يولي بنت والبنت تولي راجل، وهذا مستحيل. احنا خص الطبيعه والشريعه تمشي على ما يرام، وحنا تربينا على الاخلاق وعلى المبادئ اللي كانت عندها يعني من مدى طويل، راه 1400 عام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبادئ والاخلاق والدين غادي. فكاين شي وحدين تيبدا يقول لك وهاد السيده كتقول الهضره كتبغينا وكتبغي البلاد، وراه بصح ما خص الفساد، خص المسؤولين ياكلوا العصا، خصهم يدخلوا للحبس. لا، هاد الهضره ماشي ديال الحب. الا بغيتي تسمع الحب، الهضره ديال الحب اختي المتابعه من عند شي راجل، ولا بغيتي تسمع اخي المتابع انك انت راجل انت بغيتي تسمع الحب من عند شي امراه، راه الحب هو حب الله سبحانه وتعالى، هو القران الكريم اللي هو كلام ديال الحب لينا حنايا كبشر. راه الله صيفط رساله مع سيد الخلق اللي هو عرفوا انسان الله يعمر دارو، انسان خلوق وانسان اللي غيوصل الرساله على ما يرام. ارسل صيفط للرسول صلى الله عليه وسلم لينا حنا كبشر، لينا حنا الا ما درناش بها راحنا خارجين على اي ما يسمى بالطبيعه، راحنا خارجين على اي طريق الحق. ما يمكنش تقول لي انا قايم بواجباتي، انا كنصرف على وليداتي وانا كندير وانا كنفعل،
ومراتك كدير اللي بغات وانت كدير اللي بغيتي، ولا انت مثلا ما عندكش مراتك وعندك وليداتك كنت كدور وكتبقى تفسد وكتبقى دير وتقول انا داير الواجب ديالي، المهم انا كنصرف على وليداتي. لا، الواجب ديالك اللي كدير انت هو تطبيق الشريعه على ما يرام. ماشي تبقى تقول لي لا انا كنبقى ندير، انا كنبقى نفعل، انا كندير، ولكن الواجب لا. الواجب يجب ان يكون واجب من عند الله سبحانه وتعالى، لان الله قام بالواجب ديالو، هو ارسل لك رساله وهي القران والسنه. الا ما درتيش بهذا الشيء ما عمرك تفلح، واخا تكون عندك الملايير ما عمرك تنجح في حياتك، لا في المهمه ديالك، لا في النجاح ديالك، لا في الشخصيه ديالك، لا في النفسانيه ديالك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، وراني قلتها في الفيديو السابق يا اخواني المتابعين. فكنحييكم، يعني بغيت نقول لكم، جيت غير باش نقول لكم على المصداقيه ديال قناه سقر دكاله، لان كنتو كتقولوا هاد السيده باقي كدور بركه من الكذوب. فهي كانت مساله اخواني ديال الوقت، وكان رجال الامن كانوا متاكدين بان غادا تستدعى، وهو الاستدعاء دليل امامكم امام الشاشه في الصوره. فغادا تمشي وغادي نهار الاربعاء غنوفيكم ان شاء الله. ما يمكنش لي نسبق الاحداث ونقول لكم شنو غيوقع، لان خص يكملوا رجال الامن البحث ديالهم ويقوموا بالواجبات ديالهم، وتقدم الصحافه اللي هما مؤهلين لهذا تيهضروا هما، وعاد كنقولوا حنا الراي ديالنا فقط. حنا ما كنجيبوش اسرار ولا كنسربوا شي كلام ولا كنتهموا شي حد. حنا كل واحد والاعمال ديالو هي اللي كتحكم عليه. وهذا حمقى سطار راه اعمال اللي حكمت عليها، الا دخلت الحبس راه من فمها، ولا دخلت وقعت لها شي حاجه راه منها هي، من الذات ديالها هي. كل واحد كيعرف في راسو، كل كراع كتعلق من كل شات كتعلق من كراعه. يعني هذا هو اللي كاين اخواني المتابعين. فهذا كان تاكيد من عند قناه سقر الدكاله بان السيده راه استدعاها رجال الامن. فكنشكركم وكنشكر جميع المتابعين اللي كيثيقوا فينا وكيحبونا. وحنا دائما اخواني المتابعين، عقليه الناجح راه دائما يعيش في الحاضر، يتعلم من الاخطاء، يوقف العادات السيئه، يساعد الاخرين، يتعلم باستمرار، لا يشتكي، يتخذ اجراءات لازمه في اي شيء. وعقليه الفاشل اخواني يتحسر على الماضي، يخاف من المحاوله، يحب الطريق السهل، يخاف من التغيير، يشتكي باستمرار ولا يحب التعلم، افكاره سلبيه. وانتم احكموا هذا حمقى سطار منين. وتحياتي لكم واليكم التعاليق والتعليق للمواطن، وشكرا لكم يا اخواني.